السلام عليكم. اليوم مع قناة بنا تونس راح نخدموا مع بعضنا عسل منزلي. راح نحتاجوا 2 كيلات سكر. الحاجة اللي نكيلو بها سواء كاس ولا آه، آه، صحفة، ولا المهم 2 كيلات سكر وكعبة قارص وعود قرفة. هذه هي المقادير، الحوايج اللي نسحقوها، ونمشيو نشوفوا طريقة التحضير. لازمنا 2 كسرونات، واحدة نحطوا فيها كيلة تاع سكر، والاخرى كيلة السكر، ونزيدوا لها كيلة ماء، نفس اللي حطينا بها السكر. بعد نفس الكيلة اللي كيلنا بها السكر نكيلوا بها الماء. وخليوه يغلي، اللي حطينا فيه الماء خليوه يغلي. واللي حطينا فيه السكر نعصروا ليه كعبة قارص، كعبة القارص هذيك. نعصروا ليه كعبة القارص، نحطوا عود القرفة في اللي تغلي، وخليوه هذا اللي في السكر اللي صرنا ليه قارص خليوه يتكرمل بشوي، خليوه حتى يولي كراميل. طريقة سهلة مهلة، عسل ناجح 100%، خير من اللي يتباع في المحلات. خير، جربوه وتشوفوا، وبأقل التكاليف. زوز من با كيلو سكر من با. وهاو بدا يتكرمل السكر تاعنا اللي عصرنا عليه القارص وخليناه على النار، والاخر هاو قاعد يغلي يتكرمل مليح، نصبوه في هذاك. هاو الكراميل تاعنا، السكر هذاك اللي يتكرمل انا صبيناه في الكسرونه الاخرى. خليوه يختار شوي، القوام تاعو يولي عاقد شويه. هذا العسل تاعنا، هاو القوام تاعو. اذا عجبتكم الوصفه ما تنساوش تشتركوا معنا، ومرحبا بكم.